أهلا بيكم في درس رقم 34 في دبلومة كانفا بعربي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل التصميم اللي قدامنا ده. والنوع ده من التيشيرتات بنسميه جرافيك تيشيرت، وبيكون معتمد بشكل كبير على الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. طبعا بيتم دمجه مع شوية كلام بستايلات معينة علشان يدينا الشكل الجميل اللي قدامنا ده. ومش ده الشكل الوحيد اللي في الفئة دي، في أشكال كتير جدا وهنتكلم عنهم كلهم. وما تنساش لو انت عايز تتعلم تصميم جرافيكس بشكل مجاني انضم لجروب العالم الموازي، وهتلاقي الجروب في صندوق الوصف. ولو انت عايز تتعلم بشكل مكثف وتركز اكتر على الشغل اونلاين، ممكن تنضم لجروب في اي بي، وهتلاقي كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف. ومش هطول عليكم، ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. واول حاجه هنعملها زي ما اتعودنا ان احنا نفتح موقع كانفا وهنعمل كرييت ا ديزاين. ولما تظهر لك الشاشه دي هتختار تي شيرت او هتسرش هنا على كلمه تي شيرت لو ما عندكش الاوبشن ده. وبعد ما فتحت الصفحه دي هبتدي ان انا الون الباك جراوند بتاعتي للون الاسود اللي انا هشتغل عليه النهارده. واول حاجه هعملها ان انا هكتب الكلمات اللي انا هستخدمها في التصميم بتاعي، وهما الثلاث كلمات رش بوليتس هارد. وعلشان اكتب الكلام بتاعي هاجي هنا عند التكست تول واعمل اد ا تكست بوكس. وبعد ما جالي التكست بوكس هنا هبتدي ان انا اكتب الكلام بتاعي، واول كلمه عندي هي كلمه رش. همسك الت شيفت وانزل تحت بيها اخد منها نسخه، وبعد كده هكتب تاني كلمه اللي هي كلمه بولتس. الت شيفت تاني وانزل نسخه تحت علشان اخد النسخه رقم 3 واكتب فيها تالت كلمه عندي وهي كلمه هارد. وبكده انا كتبت الثلاث كلمات اللي انا هكون منهم التصميم بتاعي. هبعد كلمه بوليتس شويه وهقرب رش من هارد علشان الستايلنج بتاعهم متشابه جدا، وهستخدم نفس الفونت في كلمه رش هارد زي ما انتم شايفين. همسكهم مع بعض وهروح على الفونت وهتدور على فونت اسمه انتون وهتختار اول فونت عندك. وبعد كده همسك الكلمتين مع بعض واغير حجمهم اخليه 320 زي ما انت شايف كده. طبعا ركبوا على بعض، هبتدي ان انا افرقهم شويه علشان اشوف التفاصيل. هعمل زوم ان وهتاكد ان الكلمتين بادئين مع بعض من نفس المكان. لو نزلتهم من الناحيه الشمال هنا تمام، ولكن الناحيه يمين هنا مش متطابقه مع الناحيه يمين بتاعت كلمه هارد. فهكبر كلمه رش شويه لغايه ما اتاكد ان هما بادئين وناهيين مع بعض بالشكل الجميل اللي انت شايفه قدامك كده، واعمل زوم اوت اتاكد من كده. وبعد ما اتاكدت همسك الكلمتين من هنا واغير اللون بتاعهم للون اللي اسمه برايت ريد اللي موجود هنا. ضغطت عليه لقيت اللون اتغير، وبكده انا خلصت الكلمتين دول مع بعض. اما كلمة بوليتس همسكها وهبتدي ان انا اضغط على الفونت وهسرش على فونت اسمه كورتادو زي اللي انت شايفه هنا قدامك، وهيطلع لي الفونت. فاختار النموذج اللي قدامك هنا، وبعد ما اخترت الفونت هبتدي ان انا اغير حجمه. فاختار هنا اخليه 170 زي ما انت شايف كده بالظبط. وبكده انا خلصت الكلام بتاعي، وهبتدي اروح اجيب الشكل بتاعي. والشكل بتاعنا هنجيبه من الموقع اللي ما يتسماش اللي هتلاقيه موجود عندك في اول كومنت على الفيديو ده. هتسرش على كلمة تانك وهتيجي هنا تختار بي ان جي، وهتنزل تحت شوية في اللايسنس تايب وتختار فري لايسنس. وهنا انا بدور على دبابه تكون مقابله ليا كانها داخله عليا كده، بس المدفع بتاعها كمان يكون في وشي، ما يكونش رافع لفوق كده. فهفضل انزل ادور زي ما انت شايف كده لغايه ما الاقي الشكل المثالي وهو اللي انا اخترته ده. هتضغط عليه، هتروح للصفحه بتاعته تتاكد ان الكواليتي بتاعته كويسه جدا وان في كل المواصفات بتاعتك. بعد كده تضغط على كلمه فري داونلود اللي موجوده هنا. وبعد ما الشكل نزل عندك على الكمبيوتر هتختاره وتضغط على كنترول سي. بعد كده تيجي هنا في التمبلت هتمسك اي لاير وتضغط على كنترول في. هتلاقيه جاب لك الشكل زي ما انت شايفه قدامك كده، عمله لك ابلود على طول، بدل ما تروح هنا تعمل له ابلود بالطريقه الاعتياديه اللي هي تعمل ابلود فايل وتختاره من هنا. فده كده شورت كات انك تعمل ابلود للصور بشكل سهل. هبتدي ان انا اتحكم في حجم الدبابه شويه، اكبره اخليه اعرض من الكلام حاجه بسيطه، واحطه بشكل بسيط فوق كلمه هارد. ومن اول هنا هتحس انك فقدت التحكم في الطبقات، لان الدبابه طولها كبير جدا وحاجبه السلكشن عن اللايرز اللي وراها. فهتبتدي انك تتحكم من البوزيشن، ان انت تختار الطبقه اللي انت عايز تتحكم فيها من هنا. يعني مثلا انا عايز اتحكم في كلمه رش، لو مضايقك الموضوع طلع كلمه رش لقدام كنترول اكس كنترول في اتحكم فيها، بعد كده رجعها لورا زي ما انا بعمل كده بالظبط. انا بتحكم فيها دلوقتي، بعد كده ارجعها ورا الدبابه بالشكل اللي انا عايزه. لو عايز اتحكم اكتر ابتدي اتحكم بالكيبورد ان انا اطلعها وانزلها، اطلع الدبابه كمان معاها لفوق بحيث ان هي تبقى مغطيه الفراغ الموجود هنا. يعني شايف كده قبل كده كان في فراغ موجود هنا، انا ببتدي ان انا اغطيه بالدبابه بالشكل اللي قدامك
ده. وكلمة bullets هاخدها Ctrl X Ctrl V أحطها قدام الدبابة في المكان اللي أنت شايفه هنا ده، ممكن أصغرها سنة بسيطة كده زي ما أنت شايف، وعلشان تبان أكتر هاجي هنا في الإفكتس وأعمل لها outline وأخلي لونه باللون الأسود اللي هو لون الخلفية، وبعد كده هاختاره زي ما هو كده يكون 50، وممكن أصغرها كمان سنة كده بسيطة بحيث إن هي تكون موجودة ما بين السير بتاع الدبابة. ولو عملنا زوم إن هتلاقي إن في اريال طويل كده بتاع الدبابة إحنا مش عايزينه، فهتمسك البوردر بتاع الصورة كده وتنزله تحت شوية بحيث إنك تقص أكبر حجم منه زي ما أنت شايف كده، فبالتالي إحنا قصرناه هنا حاجة بسيطة فيبقى الكلام شكله لطيف. وبكده إحنا خلصنا 80% من التصميم بتاعنا، فاضل بقى الفينش اللي بيحط الستايل النهائي بتاع الشكل بتاعك. والفينش هنا ان انا هستخدم فريم حوالين كل اللي انت شايفه قدامك ده، وابتدي ان انا افرغ القطع بتاع الدبابه مع الفريم واستخدم لاير من الديرت في الاخر. فيلا بينا نعمل كده. هتضغط هنا على elements، بعد كده هتختار المربع بتاعك من الشيبس زي ما انت شايف كده قدامك، هتعمل له كنترول اكس كنترول في عشان تجيبه قدام وتبتدي انك تحركه بالشكل ده. هتقول لي ما انا مش شايف حاجه، هقول لك انك هتيجي هنا في الترانسبيرنسي وتقللها شويه عشان تشوف، بعد كده تتاكد انك عامل زوم ان عشان تشوف التفاصيل شويه، تبتدي انك تضم الفريم بتاعك زي ما انت شايف كده، تخلي المسافه اللي هنا قد المسافه اللي هنا، ولو مش قادر تعملها ممكن تاخد مربع تاني كدليل وتخليه قد المسافه دي، وبعد كده تجيبه هنا تتأكد إن المسافة متطابقة، ونفس الكلام كده هتبتدي تعرّضه من هنا عشان تبقى المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة اللي فوق، وكمان هتكون قد المسافة اللي تحت. هنبتدي إن إحنا نكبّر الsquare بتاعنا زي ما أنت شايف كده، ننزل تحت ونكبّره كمان علشان ناخد نفس المسافة من تحت. وبعد ما عملت كده هتعمل zoom out تاني وتيجي هنا في اللون تخلّيه ولا حاجة، وبعد كده تيجي هنا في الborder تفعّله وتخلّيه عندك مثلًا السمك يكون حوالي 9 أو 8، وبعد كده تختار الborder color يكون أحمر، بعد كده ترجّع الopacity تاني ما تنساش عشان يبقى الشكل زي ما هو قدّامك بالمنظر ده. واللون النهائي بتاع الstroke هنخلّيه باللون الأبيض عشان يبقى شكله أحلى، وما تنساش تخلّي الدبابة قدّام بإنك تاخدها control X control V. وهنيجي كده نعمل zoom in. إحنا هنا عايزين نفرّغ المكان بتاع قطع الدبابة مع الframe، يعني نسيب له فراغ كده، فهنيجي نستخدم شكل هندسي نقطع بيه، وهنا هنقطع بsquare، فهتيجي في الelements هتختار من الshapes الsquare بتاعك وتضغط عليه، وزي ما اتفقنا هتقلل الtransparency بتاعته تخلّي لونه مميز عشان تعرف أنت بتقطع فين بالضبط. ممكن تستخدم لون تركواز أو أي لون عامةً، وتبتدي إنك تصغّره على قد الحجم اللي أنت عايز تقطع بيه زي ما أنت شايف كده قدامك، تبتدي تلفه بنفس زاوية الدبابة. يعني أنت شايف الزاوية دي اللي هي قاطعة بيها، عايزين نلفه نفس الزاوية كده بالضبط بحيث إن هي تبان كأن الدبابة معمول لها outline، وبعد كده Alt Shift وآخد نسخة منه أوديها الناحية التانية زي ما أنت شايف كده، أقرب من الناحية التانية آخدها كده، وما تعملش بقى تلفها على مزاجك، هتيجي كده من Position تضغط على Arrange وتنزل تحت هنا هتلاقي إن في زاوية، بس الزاوية دي بالسالب، تقوم شايل السالب وضاغط Enter هتلاقيها لفت بنفس الزاوية بس الناحية التانية، ونفس اللي عملناه فوق هنعمله تحت. فهناخد Alt Shift نسخة تانية ونبتدي نضبط الزاوية بتاعتنا من هنا زي ما أنت شايف كده قدامك بنفس زاوية الدبابة، وحاول تخلي المسافة دي قد المسافة اللي تحت عشان يكون الشكل بتاعك لطيف كده زي ما أنت شايف قدامك نفس المسافة تقريبًا. وطبعًا الزاوية هنا صفر لأن ده عِدِل كده، فكل اللي عليك إن Alt Shift هتاخده بس الناحية التانية زي ما أنت شايف كده قدامك. طبعًا أنا لاحظت من السير هنا إن في مسافة أكبر من الناحية التانية اللي هي داخل لجوّه، فكل اللي عليّا إن أنا هامسك الدبابة كده أبتدي أحرّكها علشان أحُط السير في نفس المكان اللي هيقطع فيه من الناحيتين، وبكده أنا فعلًا وسطنتها في وسط التصميم بتاعي. وبعد ما ضبطت القطع بتاعي كل اللي عليك إنك هتيجي تختار من الlayers هنا ال4 أشكال بتوعك، تروح مزوّد الtransparency بتاعتهم ومخلّي لونهم باللون الأسود، ومن الpositions للlayers تقوم عامل لهم group control G، بعد كده ترجّعهم ما بين الدبابة وما بين الframe زي ما أنت شايف كده الframe بتاعك أهو، الدبابة أهي، فهتقوم مرجّعهم لورا بالشكل ده. هتلاقي إن المربعات أثّرت على الكلام لإنها موجودة قدّام منه، فهتروح ماسك ال3 كلمات كده زي ما أنت شايف وتقوم عاملهم بالمنظر ده، وهتاخد كلمة bullets تقوم مطلّعها تاني قدّام الدبابة، يبقى أنت كده رتّبت التصميم بتاعك، ولكن طلّع
هتطلّع كلمة rush وhard قدّام الجروب ده، فتبقى كده القطع أصاب الframe فقط وما جاش جنب الكلام. يبقى زي ما أنت شايف أنا فرّغت الframe بتاعي ولكن الكلام سليم زي ما هو والأماكن كلّها متضبّطة. اتأكد دايمًا إن أنت بتنظّم الlayers بتاعتك في التصميم عشان ما تتلخبطش، ودي حاجة هتبقى سهلة جدًا عليك لو أنت وصلت فعلًا للدرس ده. وبعد ما عملنا الشكل اللي قدّامنا ده هنبتدي إن إحنا نحط طبقات من الdirt عشان نخلّي شكله used. والdirt ده إحنا هنحطه قدّام التصميم كلّه، عشان نعمل كده هنيجي هنا في الelements وهنكتب الاسم اللي قدّامنا ده عشان نلاقي الحاجات اللي هنستخدمها اللي هي dirt. وبعد كده في الgraphics هتعمل see all وما تنساش من الفلاتر هنا تضغط عليها وتنزل تحت شوية وتختار الprice يكون free. وبعد كده هتنزل تحت شوية وهتلاقي إن في الطبقة دي من الdirt عاجباني جدًا، فأنا هاضغط عليها عشان أستخدمها في التصميم بتاعي. وبعد ما ضغطت عليها وجات لي هنا هابتدي إن أنا أكبّرها شوية علشان عايزها تلغوش على الكلام بالمنظر اللي أنت شايفه هنا كده. أكبّر كمان الطبقة دي عشان تقطع معايا في الframe كمان بالمنظر اللي قدّامك ده. وطبعًا الطبقة دي أنا عايزها تكون على الكلام بس مش على الدبابة، فهارجّعها لورا الدبابة وابتدي إن أنا أكبّرها كمان سِنّة. وبعد ما عملت كده هاروح واخد نسخة من نفس الطبقة نازل بيها تحت بالمنظر اللي أنت شايفه. ممكن أعمل لها حاجة اسمها flip horizontal وبكده أكون قطّعت الكلام بتاعي بشكل كويس، لإن إحنا هنا بنتكلم عن دبابة فأكيد مش هاكتب له font بشكل نضيف، لازم الكلمات تكون متبهدلة. أسكت على كده؟ لأ، هاستخدم طبقة تانية من الdirt علشان أحطها قدّام الدبابة نفسها. طيب أسكت على كده؟ لأ، هاستخدم كمان طبقة من الdirt خفيفة أحطها قدّام الدبابة وقدّام كلمة bullets، أحطها قدّام كل حاجة وهابتدي إن أنا كمان أحاول إن أنا أقطّع بيها الframe بتاعي، يعني هتبقى على الكلام وعلى الframe فهاعرّض الجزء الكبير أو التخين منها للframe بحيث إن هو يقطّعه لي، وابتدي آخد نسخة منها زي ما أنت شايف كده وأعمل لها flip horizontal علشان تحاول تدّيني شكل عشوائي عن الناحية التانية، ما يبقوش متطابقين بالضبط، وهاحاول إن أنا أخلّيها تتعرّض للframe بشكل مكثّف زي ما أنت شايف قدّامك عشان تقطّعه لي، وفي نفس الوقت هي موجودة قدّام كل حاجة فهتلوّش في الكل. Alt Shift وأنزل بيها نسخة كمان لتحت وابتدي أعمل نفس اللي عملته فوق كده، إن أنا أحاول أعرّضها للframe برضه بشكل مكثّف بحيث تقطّعه لي زي ما أنت شايف كده قدّامك. Alt Shift كمان وآخد نسخة تانية وأعمل لها flip horizontal عشان أخلّي الجزء يقطع أكتر في الframe زي ما أنت شايف كده بالضبط. وبالتالي وصلنا لشكلنا النهائي، الframe متقطّع، الكلام متبهدل، الشكل متوسّخ، وفي النهاية هتمسك كلمة bullets كده تيجي في الposition، وفي النهاية هتاخد نسخة من الdirt ده تعمل لها control C تعمل zoom in control V وتبتدي إنك تاخدها لفوق شوية وتحطها قدّام الجزء اللي في النُص اللي هي كلمة bullets. ممكن تصغّرها شوية كده على قد الكلمة، تحطها هنا، بعد كده تاخد منها نسخة تانية تحطها هنا وتعمل لها flip horizontal عشان ما يبقوش متطابقين بالمنظر اللي موجود قدّامك، بحيث إنك تكون خلّيت كل التصميم بتاعك بقى used. وبكده الدرس بتاعنا يكون انتهى وعملت أول graphic t-shirt في مسيرتك المهنية. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ده كويس وأشوفكم في دروس جاية كتير.